يعطيكم العافية. اليوم رح نحضر معكم حلا سويس رول بالبسكوت بطريقة سهلة وإن شاء الله رح تعجبكم. في البداية أنا حضرت باكيتين من البسكوت ورح أطحنهم كتير منيح. طبعا لازم البسكوت يكون عندي ناعم زي هيك زي ما انتو شايفين. ورح أضيف على البسكوت 5 ملاعق كبيرة زبدة مذابة، 3 ملاعق كبار من الكاكاو الخام، وراح اقلب البسكوت مع الزبدة والكاكاو كتير منيح. وراح اضيف على البسكوت باكيت قشطة قمر وبقلبهم منيح. طبعا لازم يصير معنا البسكوت بهذا القوام حتى نمده وما يتشقق معنا بالمد. عندي هون 150 جرام من كريمة شانتيه وكوب حليب، راح اضربهم بالخلاط الكهربائي. وراح امد البسكوت على ورق الزبدة واضيف الكريمة على الحلا وبمدها كتير منيح. وبعد هيك رح ألف الحلا بورق الزبدة بهذا الشكل، وبعدين بحطها بالمجمد لمدة 3 ساعات. والخطوة اللي وراها رح أسكب الشوكولاتة المذابة فوق الحلا، وبعدين رح أزين السويس رول بالفستق الحلبي وبقطعه بشكل متساوي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الوصفة، واتمنى انها تنال اعجابكم، والف صحة وهنا.